بعد ماتش ليفربول وتوتنهام، الماتش اللي خسرنا كلنا، ليفربول ريد زون النهارده اهيت، ادي نزلت لك كده اصابه قويه جدا لايزاك، اصابه برادلي، اصابه في الهامسترنج لفلوريان فيرس. غير بعد كل ده ان انت الماتش اللي جاي قدام الولفز مش هتلعب بدومينيك سوبوزلاي بسبب تراكم البطاقات الصفراء اللي على اللاعب. ما اظنش ان في اسوأ من نحس ده ماتش. زائد حاجه تانية عشان تبقى فاهم، اصابه ايزاك كده خلاص هتكون في اقل تقدير خالص، ان انا وانت متفائلين من 3 ل6 اسابيع، دي في حاله ان كانت الاصابه بسيطه. ان كانت الاصابه بسيطه، لان في دلوقتي كلام طلع ان لا، ان هي كمان لا قدر الله هي فعلا رباط صليبي، قطع كامل وليس يعني مش تمزق، هو قطع كامل في الرباط الصليبي. يعني انا وانت بنتكلم ان هو حتى البري سيزون مش هيحضروا معاك، لان القطع في الرباط الصليبي، فانت بتتكلم في 9 شهور على حسب استجابه اللاعب سواء كانت سريعه او بطيئه. ما اظنش ان في اسوأ من ده لاعب تم اعداده بدنيا في تاريخ البريمير ليج كله. لعيب قعد 3 شهور ما بيتمرنش مع نادي اللي هو نادي نيوكاسل، ولا حضر البري سيزون، ولا حضر البري سيزون معاك انت. هو جه من الدار للنار، انت جاهز تلعب يا ابني؟ قال لهم اه لعبني يا عمو، راح جه عمو ملعبه. بس باختصارا لكل شيء، بس اختصارا لاي شيء. زائد ان انا وانت هنتكلم عن على الاداء، بس ريما رجعت لعادتها القديمه، هي يا باشا. بس نفس ادائك الخرا، نفس ادائك اللي ملوش اي محل من الاعراب، نفس الاداء اللي استحاله ده يطلع من فريق بحجم نادي ليفربول. بس. وانا وصلت معانا لمرحله تنساش فولو، لايك، كومنت.